رسالة لك يا أختي. المرأة إذا ماتت تكفن ب5 قطع إزار وخمار وقميص ولفافتين، هذا في حال موتها. إذا كانت تحتاج لكل هذا الستر في حال موتها، فكيف بحالها وهي حية؟ رسالة لك يا اللي تتبرجين وتظهري مفاتنك وتفتحين العباية وتمسكين العباية كده ما أدري كيف، كأنه العباية ما عنده زرار. واتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، أقسم بجلال الله وأنا أحلف لك، الهرجة ما هي هرجة مشيخة ولا شيء، والله وأنا أحلف لك إنه ما في شاب يرضى يشوف واحدة في الشارع كده وظاهرة مفاتنها ومحاسنها وما أدري كيف ويرضى إنه يتزوج. ما يرضى يتزوج واحدة كده ماشية في الشارع، اللي يسوى واللي ما يسوى شافها. سألت كل الشباب ما في شاب ما سألت، والبنات يمشون يفتحون عباياتهم يرتاحون، ايش فيها عادي حرية. وين امها صدق البس لي خمار واقفل على نفسي ولابس اسود كاني. شفتي هذه اللي تتكلمين عنها حقة الخمار ما الخمار وكذا، هذه تمناها مليون شاب. والشباب أغلبهم في زمننا هذا ما يبغى إلا البنت المحتشمة الملتزمة اللي تستر نفسها. كل الشباب يدورون للمرأة الصالحة، ما يدورون للمرأة اللي تمشي اللي يسوى واللي ما يسوى يشوفها، ما يدورون لها، هذه ما يبغوها. ليه مقفلة على نفسك؟ ليش تتسترين؟ ليش ما أدري مين؟ ما دمرنا إلا الكلمة هذه. لا تنظروا إلى الهالك كيف هلك، انظروا إلى الناجي كيف نجا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا زينك وانت متحشمة وماشية ومتأدبة وساترة نفسك ستر كامل، والله ما حد يطالع فيكي. واقولها وانا فهد الطارقي، يمين الله ما حد يطالع فيكي. واللي يطالع فيكي اعرف انه هذا مو رجال، هذا ذكر، هذا مو رجال. الرجال ما يطالعوا في الحرمة المستورة ابدا.